أهلا ومرحبا بكم متابعي قناة ستارز في فيديو جديد. ما تنسوش أصدقائي دعمكم لنا بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش يوصلكم جديد معنا، ومرحبا بكل تفاعلاتكم في التعليقات. نذكروا أنه نادية عكاشة استقرت حاليا في باريس مع عدد من الشخصيات السياسية والإعلامية التي تحملت مسؤوليات سياسية خلال الفترة التي سبقت انقلاب قيس سعيد في 25 جويلية 2021، فيما سافرت عكاشة آخر السنة المنقضية إثر استقالتها من مهامها على رأس الديوان الرئاسي إثر خلاف مع رئاسة الجمهورية وفق ما صرحت به دون أن تفصح عن فحوى الخلاف. وكان عدد من رواد منصات التواصل الاجتماعي تداولوا مساء أمس على نطاق واسع ومثير تغريدات على حساب يحمل اسم نادية عكاشة على موقع تويتر، وتضمنت التغريدات اتهامات لرئيس الجمهورية قيس سعيد في قضايا سياسية وأمنية واجتماعية واقتصادية وصحية أيضا، بالإضافة إلى مسائل تخص الأمن القومي والدبلوماسية التونسية والمؤسسة العسكرية. وذكرت هذه التغريدات التي جاءت بنبرة ثأرية لكنها تهم موضوعات غاية في الأهمية والخطورة، ما يتعلق بالتخابر وتلقيح الكوفيد التي جرى بشأنها جدل كبير، وإقالة رئيس الحكومة المشيشي والتنصت على قيادات أمنية ورؤساء أحزاب وقضاة وجنرالات، ومحاولة تسميم رئيس الجمهورية محمل الرئيس قيس سعيد مسؤولية عدد من الخيارات والقرارات التي أشارت إلى أنها ألحقت ضررا جسيما بتونس. وأوضحت اليوم عكاشة أن الحساب الذي يقوم بنشر هذه التدوينات مفتعل ولا يمت إليها بصلة، لكن يبدو الموضوع أنه يحمل غموض كبير.